السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل وصفة جديدة. هعمل لحمة ببصل ومعاها رز ومعاها بطاطس مكعبات. انا معايا هنا مقاديرها. انا معايا هنا كيلو لحمة موزة، ومعايا بصلتين، عايز تعملي بصل ابيض عادي، ومعايا ملح وفلفل التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وبهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة قرفة وفصين توم وثلاثة ورقة لورا، ودي معلقة بهارات صغيرة ومعلقة فلفل اسود صغيرة ونص قرفة ومعلقة توم صغيرة يعتبر معلقة وثلاث حبات ورق لورا. ومعايا طبعا لحمة هحط لها انا زيت، عايز تحطي سمنة براحتك، اي مادة دهنية. ومعايا رز وشعرية وسمنة. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة هعملها، هحط الزيت في الطاسة واولع عليه النار. انا حطيت شوية زيت مش كتير، سخنتهم. هحط اول حاجه البصل، اشوحه لغايه اما البصل يدبل، وبعدين احط عليه اللحمه يدبل بس، يعني هو يدوبك يصفر خفيف جدا، وبعد كده احط عليه اللحمه. انا هنا شوحت البصله وتبلتها بس، هحط عليها اللحمه. اللحمه انا اشرفاها ومصفياها. بسم الله. واديهم تقليبه مع بعض واشوحهم مع بعض شويه لغايه ما يتغير لون اللحم. شوحتها على النار لغايه ما لونت كده. هحط لها بقى فصين الثوم، انا عامله على نار عاليه. بسم الله. ادي فصين الثوم وهديهم تقليبه برضو، هقلبها وارجع لكم. انا حطيت الثوم وريحته طلعت، قلبته وريحته طلعت. هبتدي احط بقى البهارات بتاعتها، ملح وفلفل وبهارات لحمه وقرفه وورق لورا وفلفل اسود، وهقلبهم برضو تاني. هنا قلبتها، طلعت ريحه التوابل وريحه الثوم مع البصل واللحمه. ما بتقلبهاش كتير، يعني هي تقلبتين كده بتشم الريحه خلاص. هحط لها بقى كوبايه ميه مغليه واسيبها تستوي بقى على راحتها. هدي عليها النار خالص واسيبها لغايه ما تستوي خالص. بسم الله. بس كده. هنا كده اللحمه استوت اهي، شايفين الصوص بتاعها ده بيتحط بقى على الرز. انا حط لها كوبايه ميه ازاز بتاعت الشاي، وزودتها حبه صغيرين لانه تقل، فانا زودتها عشان لما نحطه على الرز يبقى الصوص بتاعها اهو. شايفين المنظر جميل ازاي اهو. هغرب بقى واوريهولكم. انا هنا هعمل الرز، حطيت معلقه سمنه كبيره وهحط عليها الشعريه، واعمل رز عادي خالص الشعريه. ازود شعريه تاني، شويه شعريه تاني. وعندي هنا البطاطس هي بتتحمر، وعندي اللحمه هي على النار مهديه عليها النار عشان تستوي براحتها. ازود بقى الشعريه واحط لها الملح واحمرها واوريها لكم تاني. انا كده حمرت الشعريه وانا حاطه عليها الملح بتاعها. هحط بقى الرز عليها. بسم الله. واديها تقليبه. بعدين احط عليها الميه المغليه بالشكل ده كده. احط عليها الميه. بسم الله. هي ميه مغليه. بسم الله. ازود شويه كمان.
بسم الله. لغايه ما تبقى بس عقله كده فوق الرز ميه. هسيبه لغايه ما يغلي وهدي عليه النار واسويه عادي خالص. وهنا البطاطس خلاص هتطلع اهي، وهحط غيرها بالهنا والشفا. هنا الرز خلاص استوى، هطفي عليه اهو. بس هطفي عليه بقى، ما تسويش الرز على الاخر، لازم يبقى فيه تكه لان البخار ده بيسويه. وهنا البطاطس خلاص قربت تخلص التانية وهطلعها. انا كده خلصت اللحمه اهي، حطيتها على الرز وحطيت معاها بطاطس محمره اهي جميله، جربوها هتعجبكم. ومعاها لفت، او لو عايزه سلطه ممكن يبقى معاها سلطه، عايزه رز معاها، عايزه تاكليها بعيش عادي خالص. وبالهنا والشفا.